يا والله يا ابن القحوة، لا خصم موقف قدامنا ولا زلم وقفت قدامنا، وانا عمك السفاح الدير النسخة الاصلية وليس التقليد، ونيش اختي يندق بحماد الديري واطلع بكس خواتم التخريج. هذا هيك سرده لئيمة لكس اخت جفارة بن اللئيمة. انه انا شايفك واحد حتى قبل لما نكت اختك يا ابن هذا الصبي عم يسمي حالك جيفارة. وين هالسيجارة لما شغل بكس اختك حتى في العبارة طالع على شرفك وكأنك متراوس بكلامك لك حتى في كله نامس. بيجيك على كلامي وحتى طمس بيك يلي كله عافس بعفس بيك يا جيفارة. لما شفت اخواتك اللي نكتب العبارة معايا في القهبة كلك بالسيجارة فكر على خواتك وكله ثيارة. لما تسخر بكلامك حتى باخرون لما تنفر بكلامك كأنك مسطول لما تاخذ البئري اللي فيك كل محمود قاري بيه اختك اللي صار فيه مزمول. لما ازمر على شرفك وكأنك مسطول لا تنسطل بكلامك كأنك مغرور لا تنقرع كتير نازل اختك بالمفر اطلع اعكسها هده المجر راجع جر على شرفك يا ابن هالخبيثة طالع عربيك يلي صارت كل شريفة اما كالشربطة يلي فتحت كل الريحة عما تاخذ بكلامها كان بيها صفيحة. ابن الكعبة لا تتحدى ابنا يا ابن المنكوحة نايكين اختك حتى فوق هالمرجوحة. صدقني يا ابن الكعبة اختك شلونها تطلع من الراس بحتة مفتوحة انه اختك تندق حتى بحماة المصار في خواتم اللي صار في قيادة ناكح خواتكم يا اولاد وهالعبادة تعوا لعبة ايركس ثم كنوا بزيادة. هذا بتسعى لك السختك حتى بدك تحس لما ضربت خواتك حتى بيه الفيس اخو القحوة امك راح انطيكم دريس ادرس اختك وعضها حتى من الدويس.